عمرك سألت نفسك ازاي العقل البشري دوت بيشتغل ازاي؟ وهل ربنا خلقه كده عبثا بيشتغل لوحده كده وخلاص، ولا في حاجة بتتحكم فيه وقوانين بتتحكم فيه العقل الباطن بتاعنا؟ في الفيديو دوت هنتعرف على اشهر قوانين العقل الباطن اللي عقلنا بيشتغل بيها. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من برنامج النفساني. هنتكلم في الفيديو دوت عن قوانين العقل الباطن. اول قانون من القوانين ديت هي قوانين نشاطات العقل اللاواعي، واللي معناه ان اي شيء انت هتفكر فيه هيتسع وهتشوف منه كتير جدا. فبفرض مثلا انك انت بصيت للبحر وشفت سمكة بعدها، هتلاقي نفسك عمال تشوف عدة اسماك سمكة ورا التانية وهكذا، ودوت هيوصلك للقانون التاني. 2 قانون التفكير المتساوي، واللي معناه الاشياء اللي انت بتفكر فيها واللي انت بتشوف منها كتير جدا هتخليك انك انت تشوف الحاجات اللي شبهها بالظبط. فلو انت كنت بتفكر مثلا في السعادة هتلاقي اشياء تانية بتذكرك بالسعادة وهكذا، وده اللي هيوصلك للقانون رقم 3. قانون الانجذاب، واللي معناه ان اي شيء انت بتفكر بيه هينجذب ليك وكمان من نفس النوع، وده معناه ان العقل شغال بالظبط زيه زي المغناطيس بالظبط. فلو انت مثلا كنت بتفكر بشيء ايجابي فالشيء دوت هينجذب ليك وكمان من نفس النوع، وكذلك الامر برضه لو انت كنت بتفكر في شيء سلبي. وبيعد القانون دوت من اخطر القوانين، فالطاقه البشريه ما بتعرفش مسافات ولا بتعرف ازمنه ولا حتى اماكن. فانت مثلا لو انت فكرت في شخص ما ولو كان على بعد الاف الاميال منك، فطاقتك هتوصل ليه وهترجع ليك من نفس النوع بتاعك. زي بالظبط لو انت كنت بتفكر في شخص ما فتتفاجئ بعد شويه انك انت شفته او مقابلته، ودوت كتير جدا جدا ما بيحصل لينا، ودوت هيوصلنا القانون رقم 4. القانون رقم 4 اللي هو اسمه قانون المراسلات، وده معناه ان العالم الداخلي بتاعك واللي بيأثر على العالم الخارجي اللي حواليك. فلو انت برمجت الانسان بطريقة ايجابية هتلاقي ان العالم الخارجي بتاعك هيأكد ليك كل اللي انت بتفكر بيه، وكذلك الامر برضو لو انت برمجت عقلك بطريقة سلبية، ودوت هيوصلنا للقانون رقم 5. قانون الانعكاس، ودوت معناه ان العالم الخارجي اللي حواليك لما هيرجع ليك هيأثر على عالمك الداخلي اللي جواك. فلما يتوجه ليك كلمة كويسة فدوت هيأثر في نفسك وتكون رد فعلك بنفس الأسلوب، فترد على الشخص اللي قالك كلمة طيبة ديت بكلمة طيبة زيها، وده هيوصلنا للقانون رقم 6. قانون التركيز، الحاجة اللي انت بتركز عليها هتحصل عليها، وده معناه ان اي شيء انت هتركز عليه هيأثر في حكمك على الاشياء، وبالتالي هيأثر على شعورك وهيأثر على احاسيسك. فانت مثلا دلوقتي لو انت ركزت على التعاسة فانت هتشعر بمشاعر واحاسيس سلبية، وهيكون حكمك على كل الاشياء اللي حواليك هيكون حكم سلبي. وبالمقابل لو انت ركزت على السعادة فانت هتشعر بمشاعر واحاسيس ايجابية، وده معناه انك انت بامكانك انك انت تركز على اي شيء سواء كان ايجابي او سلبي، ودوت بدوره هيوصلنا للقانون رقم 7. قانون التوقع، واللي بيقول ان اي شيء هتتوقعه وتضع معاه شعورك واحاسيسك هيحصل في العالم الخارجي بتاعك، ودوت يعتبر برضه من اقوى القوانين، لان اي شيء انت هتتوقعه وتحط معاه الشعور بتاعك والاحساس بتاعك هيعمل على ارسال ذبذبات بتحتوي على طاقة، واللي هترجع ليك مرة تانية من نفس النوع. فانت ان توقعت انك انت هتفشل في الامتحان هتلاقي نفسك مش قادر على انك تفكر ابدا، وهتلاقي نفسك عاجز عن الاجابة عن الاسئلة. علشان كده عليك انك انت تنتبه كويس جدا لكل الاشياء اللي انت بتتوقعها، لان في احتمال كبير جدا جدا ان هو يحصل في حياتك. فكتير جدا ما بيحصل ان الانسان بيتوقع ان هو لو ركب العربية بتاعته دلوقتي العربية ديت مش هتشتغل، وبالفعل لما بيركبها العربية ديت ما بتشتغلش ابدا. او ان هو لو خرج من بيته دلوقتي ممكن تحصل له حادثة او تحصل له مشكلة، وعادة بيحصل له المشكلة اللي زي ديت، وده بيوصلنا للقانون رقم 8. قانون الاعتقاد، واللي بيقول ان اي شيء انت هتعتقد فيه اللي هو يعني تعتقد ان هو يحصل، او انك انت بتكرره اكتر من مرة وتحط معاه شعورك واحاسيسك، انت كده بتبرمج في مكان عميق جدا جدا في عقلك اللاواعي ان الحاجة ديت لازم انها تحصل. زي بالظبط اللي عنده اعتقاد بانه اتعس انسان في العالم، فبيلاقي ان الاعتقاد دوت بيخرج منه من غير ما هو يشعر ولا يحس، وبشكل اوتوماتيكي علشان يتحكم بعد كده في سلوكك والتصرفات بتاعتك.
والاعتقاد دوت مش ممكن ابدا ان هو يتغير الا بتغيير التفكير الاساسي اللي وصلك للاعتقاد دوت. وهنا طبعا احنا ما بنتكلمش عن الاعتقادات الدينيه، لا، وانما بنتكلم هنا عن اعتقادات زي مثلا ان انا خجول او ان انا غير محظوظ او اني فاشل او كل الاعتقادات السلبيه ديت، ودي كلها اعتقادات سلبيه طبعا. رقم 9 قانون التراكم، واللي بيقول ان اي شيء انت بتفكر فيه اكتر من مرة وبتعيد التفكير فيها بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة هيتراكم في العقل اللاواعي، زي بالظبط اللي بيظن نفسه ان هو تعبان نفسيا فيبدأ بالتفكير في الامر دوت، وبعد كده يرجع تاني يوم ويقول لنفسه ان هو تعبان نفسيا، وكذلك الامر في اليوم اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، فيتراكم الامر دوت والفكرة ديت في دماغه يوم بعد يوم. وبرضه اللي بيفكر بطريقة سلبية فيبدأ يتراكم التفكير دوت في دماغه، كل مرة بيصبح اكتر سلبية من المرة اللي قبليها، وهكذا. وده هيوصلنا للقانون العاشر. رقم 10 قانون العادات، الحاجة اللي احنا بنكررها باستمرار بتتراكم يوم بعد يوم زي ما قلنا قبل كده لحد ما تتحول لعادة دايمة في حياتك بتتكرر على طول. من السهل جدا انك انت تكتسب عادة ما، ولكن من الصعب انك انت تتخلص منها، ولكن العقل اللي اتعلم العادة ديت بامكانه برضو ان هو يتخلص منها وبنفس الاسلوب. رقم 11 قانون الفعل ورد الفعل، اللي احنا بنسميه قانون السببية. فاي سبب هيكون له نتيجة حتمية، وانت لما تكرر نفس السبب لازم ولا بد انك انت تحصل على نفس النتيجة، وده معناه ان النتيجة مش ممكن انها تتغير الا اذا انت غيرت السبب. وخليني هنا ان انا اقول لك مقولة جميلة جدا، واللي بتقول من الخطأ ان تحاول حل مشاكلك بنفس الطريقة التي اوجدت هذه المشكلة. فانا مثلا ما دمت لسه بفكر بطريقة سلبية هفضل تعيس طول الوقت وعمر ابدا ما هبقى سعيد. ما دمت لسه بفكر بنفس الطريقة فالنتيجة لا يمكن انها تتغير الا اذا اتغير السبب. رقم 12 قانون الاستبدال، علشان انا اقدر اغير اي قانون من القوانين اللي فاتت دي كلها لابد ان انا استخدم القانون دوت، بحيث ان بامكانك انك انت تاخد اي قانون من القوانين اللي احنا قلناها قبل كده وتستبدلها بطريقة اخرى من التفكير الايجابي. فمثلا لو انت كنت مثلا بتتكلم مع صديق ليك عن شخص ما وبتقوله عنه بانه انسان سلبي، انت عارف ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ انت بدوت ارسلت ليه ذبذبات وارسلت له طاقة تخليه يتصرف بطريقة انت عايز انك انت تشوفه بيها، وبالتالي لما الشخص دوت يتصرف بنفس الطريقه السلبيه ديت تقول شفت هو بيتصرف بطريقه سلبيه اهوت، ولكنك انت اللي خليته ان هو يتصرف بالطريقه ديت. عشان كده عليك انك انت تنتبه جيدا جدا للقوانين بتاعه العقل اللاواعي ديت، لانه بامكانك انك انت تخليها تعمل ضدك او ان هي تعمل لصالحك. فقوانين العقل اللاواعي ديت ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاوزها او ان احنا نتجاهلها ابدا، زيها بالظبط زي ما بنتكلم عن قانون الجاذبية. علشان كده عليك انك انت تبدأ ومن النهاردة باستخدام القوانين ديت لصالحك بدل من انها تشتغل ضدك. هي كده شغالة، فحاول انك انت تشغلها لصالحك بدل ما تشتغل ضدك. وكل ما لقيت تفكير سلبي قوم بإلغائه وفكر بشكل ايجابي. وزي ما قال فرانك اوتلو افكارك، افعالك، عاداتك، طباعك، مصيرك. ايه يا عم الكلام الغريب دوت؟ اصبر هشرح لك دلوقتي. بيقول راقب افكارك لانها هتصبح افعال، وكمان راقب افعالك لانها تصبح عادات، وبعد كده راقب عاداتك ديت لانها تصبح طباع، وبعد كده راقب طباعك لانها بعد كده هتحدد مصيرك. واخيرا تذكر المبدأ اللي بيقول حياتي من صنع افكاري، وانك انت اللي بتحدد الطريقة اللي انت عاوز تعيش بيها. ودايما خليك عايش بالمبدأ اللي انا عايش بيه واللي دايما بحطه في كل فيديوهاتي، انت بطل قصة حياتك. شوف انت عايز تعيش حياتك ازاي وعايز تخلي قصة حياتك عاملة ازاي، وبناء على الرؤية بتاعتك ديت انطلق في الحياة وان شاء الله توصل لكل اللي انت عاوزه بإذن الله. وبكده انتهى الفيديو بتاع النهاردة. قولوا لي تحت في الكومنتات ايه هو اكتر القوانين اللي عجبتكم في القوانين دي كلها، وايه اللي لمسك واللي ان شاء الله انت هتحاول انك انت تصلح منه وتكون انسان افضل بإذن الله، وهي الحاجات اللي انت كنت بتاع فيها واللي القوانين ديت ساعدتك علشان انك انت تتخلص من الافكار السلبية ديت. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو دوت يا ريت انك انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار جديد بكل الفيديوهات الجديده اللي هنعملها في المستقبل ان شاء الله. وكمان ما تنساش انك انت تدعمني بلايك، لان اللايك دوت بيساعدني جدا جدا وبيشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر في المستقبل باذن الله.
وخلي بالك ان انا عندي في القناه دلوقتي هدف ان انا عايز اوصل ل 10000 مشترك في اقرب فرصه باذن الله، واللي اول ما نوصلهم ان شاء الله هنعمل جيف اواي، واللي هيكون عباره عن تبرع لعمل خيري، واللي حضراتكم ان شاء الله هتشتركوا فيه، واللي هيكون باسمي وباسمكم عائله محمود جادو على اليوتيوب. وكمان هيكون في جيف اواي لحضراتكم لثقتكم فيا ولمتابعتكم للقناه. بس خلاص، في رعايه الله وسلام.